بسم الله الرحمن الرحيم. اللي احنا خليناه من شويه خليناه عشان رمضان، يعني هيقعد له اسبوعين ولا حاجه او 10 ايام عشان ناكله. دوت سريع، ده تخليل خيار سريع. لو الخيار صغير نقيت الكبير هعمله السريع، والصغير حطيته في البطرمان التاني. بجيبها بقطعها نصين او تلات كده، واقطعها اربعات كده اهو. بخلص الكمية وبعدين ببدأ اجهزها. ادي طريقة التقطيع وبعدين هنكمل. قطعنا الخيار كله، قطعت هنا ليمونة وحطيتها، ليمونة لما تحطيها بقشرها افضل من انك تعصريها. تمام، دول مش هيملوا البطرمان، دول شوية كده بس هيتعملوا ويبقوا متغطيين، وبيضاف لهم الميه. الفرق بين السريع والعادي ان التاني ميه ساقعه عادي من الحنفيه، وده بيتحط له ميه مغليه. حطينا هنا هنحضر المحلول بتاعنا. هنا هنعمل ايه؟ قولي على الاقل هنحط له كوبايتين ونص ميه. يعني معنى كده هحط، افتكرنا ان احنا مش هنحط ميه ساقعه فهنحط الحاجه في البطرمان. هحط ادي معلقه، ادي 2. بما ان ده مش هيتخزن فممكن يكون كفايه كده، احنا مش بنحب الحاجه حادقه قوي عشان احنا مرضى ضغط. هحط رشه كمون صغيره، رشه نعناع سوري، ممكن تحطي فيه فلفل اسمر. الفلفل الاسمر بيديله زي تحريشه كده، بيبقى خشن شويه. رشه صغيره. لو عندك فلفل اسمر حصى حطي عليه، حطيه في قلبيه. ما عندكيش خلاص هو ده تحط. وكده والميه بتاعتنا هتغلي. هحط السكر، حطيت معلقتين ملح، هحط السكر بيفنش، وهحط كمان الخل. الخل يا جماعه يعني عايزه اقول لكم استغفر الله العلي العظيم من كل ذنب عظيم يا رب. في النوع ده اللي هو النجمه ده نوع رديء جدا، حبيت اوريه لكم بس لان هو مغشوش، نوع مغشوش عامل زي الميه. يعني عشان تخلي لي فنجان عايزه لك نص الازازه، عشان تخلي لي شويه خيار زي كده هتحط النص التاني. فالنوعيه دي وحشه، محدش يجيبها. مش بشاور في حد ولا حاجه، انا بتكلم عن تجربتي انا. هحط النار بس على الميه عشان بتغلي. فطبعا هحطهم كلهم، يعني ما مش محتاجه انها احطه قليل، لاني وسعت الفتحه شويه وهحطهم كلهم، لانه كانك حاطه كل اللي انا حطيته ده كانك حاطه معلقه واحده من الهاينز او الكلام ده. هنفصل شويه من الميه بتاعتي غليت، ما شغلتش الكتل، شغلت البراد. الميه غليت والميه تبقى مغطياه. البطرمان بلاستيك وربنا يستر ما يبص. ما عنديش بطرمانات الحقيقه وانا ما بشتريش الازاز. الميه السخنه هنا بتسويه كانك حطاه بقالك اسبوع او اسبوعين. انا عملته كتير قبل كده، والحقيقه الفكره دي من ليبيا. هناك كانوا بيعملوا حاجه اسمها مصير، اللي هو الخيار كده وميه سخنه وملح وبتاع. الميه كفت اهو. هنحاول نقفله ونربه كويس. كمان هو الملح هيدبله فهينزل اقل من الميه. ده تاكلي منه النهارده، يعني انا النهارده صايمه، العصر لسه ما ادانش، ممكن على العصر بعد 3-4 ساعات تاكلي منه. ده الكلام ده لو ايه، لو انت عايزه اللي هو السريع ده، او عندك ضيوف او عندك عزومه او عندك اي حاجه. هقلبه كويس عشان الملح والخل والحاجات دي، وهقلبه كده برده شويه اهو. هسيبه شويه عشان التخليله بتاعته تتظبط، الملح والحاجه. وممكن يحتاج شويه ميه كمان، هسخنه شويه ميه صغيرين وازوده. يفضل ان الميه بتاعته تكون كتيره. هو معدول عشان البطرمان تحت ضيق وفوق واسع، فباين ان هو ايه، الميه قليله، ولكن زياده الميه مش هتبوظه. هغليله شويه ميه تاني واقوم مزوده. ليه؟ عشان ما نقعدش نغلي ميه ونكبها ونرميها في الحوض. وعايزه اقول لكم ملحوظه صغيره، ان سمي بسم الله الرحمن الرحيم واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وانت بتكبي اي حاجه سخنه في الحوض.
طبعا الحمام ما بيتكبش فيه والعياذ بالله، يعني عشان ما يحصلناش حاجه وحشه. فكل اللي احنا بنعمله ايه، ان احنا بنستعيذ بالله واعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتكبي وتفتحي الميه الساقعه كمان لو بتصفي مكرونه او بتعملي حاجه، تعملي ايه، تسمي وتبقي فاتحه حنفيه الميه الساقعه وانت بتكبي الميه السخنه، على اساس ان انت تبقي استعذتي من كل حاجه وحشه ممكن تحصل لك. هنحطه كده وهنزود شويه الميه اللي هنغليهم ونسيبهم، واترككم في رعايه الله لما نيجي نعمل الليمون نقول لكم.